كم مرة بتصلي الفرض في جماعة؟ بتصلي الفجر في جماعة عشان تبقى في معية الله؟ أنت بتصلي الفجر في جماعة؟ ها؟ أنت عيشتك على إيه؟ حلال؟ يا راجع نفسك، يا راجع نفسك قبل ما تيجي في الظلمة هنا، قبل ما تيجي في بيت الدون، قبل ما تيجي في بيت الوحدة، وكل الناس هتنصرف وأنت اللي هتبقى، والله ما هيبقى معاك مال، بس بقى ساعتها هتبكي دم. يا نهارك ابيض يا شيخ، ما تتلم بقى وخلينا نروح اعمل معروف. ابكي دم؟ ايوه والله. هتبكي دم ليه؟ لان الانسان من بعد الممات مباشره بيرى مقعده، يا اما جنه يا اما نار. ان كان من اهل الجنه وهو جاي كده محمول كده يصرخ ويقول قدموني قدموني قدموني، اسرعوا بيا. الله، يا عم نسرع بيك ليه؟ عشان شفت ان القبر بتاعي منور، عشان شفت الملكين هيسألوني وهجاوب على سؤال الملكين. فكرت في الإجابة؟ أنت فكرت في الإجابة؟ هل أعددت الإجابة لسؤال الملكين؟ أنت عايز سبهالا، أنت عايز سبهالا في الدنيا كده يا راجل. السلام عليكم يا راجل الصلاح مع الله. الله يبارك لك يا حاج على الكلمتين اللي انت قلتهم، ويا ريت الشباب تسمع ويا ريت البنات يسمعوا ويتعظوا. يا ريت الناس تصلي يا جماعه، والله العظيم ما حد بيصلي دلوقتي يا اخواتي. انا لما بدخل للناس في البثوث المباشره واسالهم، ممكن ادخل مع 20 30 واحد ما حدش بيصلي. يا ريت يا جماعه نتوب، يا ريت نرجع الى الله عز وجل. يا جماعه والله العظيم الموت ياتي بغته، في لحظه ممكن تلاقيك في القبر. والله العظيم. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. روح يا أخي شوف القبر اللي أنت تدفن فيه، روح زور المقابر، صلي على الجنازة وخد الأجر، وروح شوف القبر اللي هتدفن فيه. والله العظيم يا جماعة، والله العظيم الموت يأتي في لحظة تلاقيك دخل القبر. طب أنت عملت إيه بقى؟ عملت إيه اللحظة دي؟ بتصلي؟ بتحافظ على صلاتك الخمسة؟ بتصلي في جماعة؟ بتقرأ قرآن؟ بتصوم؟ بتتصدق؟ بتعمل الخير؟ ولا شغال ذنوب وتضييع وقت، ذنوب وتضييع وقت وتضييع عمر؟ هتتسأل على ده كله يا حبيب قلبي. يا ريت يا جماعة، يا ريت نتوب إلى الله ونعود إلى الله وإحنا في شهر رجب من الأشهر الحرم، وبعد كده شعبان ودخل عليه رمضان. فنستعد يا جماعة، نستعد، لأن أنت والله العظيم في لحظة ممكن تلاقيك في القبر وما استعدتش وما عملتش حاجة في حياتك. ويا جماعة زي ما بقول، حياتنا الدنيا هنعيشها مرة واحدة، عيشها صح. انت لما هتموت مش هترجع تاني. هي حياتك الدنيا حياة، لا اما هتعيشها في مرضاة الله وطاعة الله، لا اما هتعيشها في الذنوب والمعاصي، وممكن فجأة واحدة ما تلحقش تتوب وتنزل القبر. فخلي بالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.